السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من داف جيكس أكاديمي. في الحلقة دي هنتكلم عن الفانكشنز، ودي برضو من ضمن سلسلة الحلقات اللي هتبقى مور ادفانسد شوية في السي، أو الحاجات بقى مش لو أنت بيجنر مش هيفهم، يعني مش تعرف تفهم الكلام اللي أنا هقوله ده. طيب إيه هي الفانكشن؟ في أول حلقة خالص في السي لما جينا نتكلم، أو في تاني حلقة، قلنا حاجة بسيطة جدا وهي مثال العربية. قلنا إن عندنا الفانكشن بتاعت المين دي ما هي إلا فانكشن عبارة عن المكان اللي بيدور منه البرنامج كله او البرنامج بيبدأ يشتغل. طيب ازاي ده شبهناه بالعربية؟ وقلنا ده اكنه الكونتاكت بتاع العربية او المكان اللي انت بتدور منه العربية بتاعتك. فمجرد ما بتدور بتبدأ الفانكشنز او بتبدأ العمليات اللي جوه العربية تبدأ ان هي ايه تشتغل، وتبدأ مكونات العربية تتعاون مع بعضها عشان تديك الحاجة اللي انت عايزها. فلو انت عندك عربية مثلا 127 128 لو انت مصري، او لو معاك لاند كروزر مثلا، او لو انت خليجي ايا كان يعني بكل بساطة عايز تركب اكستنشن جديد للعربية بتاعتك، عايز تتعدل العربية، عايز تركب لها كاسيت جديد، عايز تركب لها دي في دي، تركب لها شاشة، تركب لها كاميرا. لو عربية حديثة شوية عايز تعدلها، تتغير الشكمان الاكزوست بتاع العربية، الكلام ده كله نفس الفكرة. انا دلوقتي عايز اضيف فانكشناليتي جديده للبرنامج بتاعي، عايز اضيف له حاجه جديده، عايز حاجه يعني عايز مثلا يعني ايه فانكشن. فلنفترض ان انا عايز اعمل فانكشن تجيب لي الرقم الاكبر ما بين 3 ارقام، او فانكشن تجمع لي رقمين اديها رقم اول ورقم تاني تجمع لي رقمين، او فانكشن ايا كانت الفانكشناليتي على حسب دماغك انت عايز تعمل ايه. فخلونا نخش في الموضوع على طول وندي مثال بسرعه. انا هدي مثال على فانكشن وافهمك كل اللي انا بكتبه ده ايه. فهاجي اقول هنا انت sum واحط هنا int x واحط هنا int y وهاجي هنا اقول result بتساوي x زائد y، بعد كده اقول هنا return الريزلت. طبعا انا البايثون ما بتكتبش انت قبلها int، فهتلاقيني لخبط. طيب ايه اللي انا عملته ده؟ دلوقتي انا عملت هضيف للبرنامج بتاعي فانكشناليتي جديده اسمها sum بتجمع لي رقمين، رقم اسمه x ورقم اسمه y. طيب ايه الرقمين دول نوعهم ايه؟ الرقم الاولاني لازم يبقى انت والرقم الثاني يبقى انت، لازم الاثنين يبقى نوعهم انت. فنفترض ان انا هعمل اكتر من عمليه او هعمل حاجات تانية، او انا محتاج بارامترز تانية، محتاج ايا كانت المدخلات اللي انت عايز تدخلها للفانكشن. بمعنى دلوقتي انا عندي كاسيت وعايز اشغل عليه اغاني، فانا عندي حاجه من اتنين: يا اما احط سي دي في الكاسيت فيشغل لي الاغنيه، او ان انا ممكن احط شريط كاسيت، او ان انا ممكن احط اي يو اكس مثلا اللي هو الكابل بتاع اللي بيتحط في الموبايل ده. انا دي هنا كده المدخلات اللي انا بدخلها الفانكشن بتاعتي عشان تبدا ان هي تعمل لي ايه الحاجه اللي انا عاوزها. وهنا الاسم بتاع الفانكشن بتاعتي sum انا مسميتها كده، ممكن اسميها اي حاجه، اسميها sum مثلا، ايا كان اسميها اي بتنجان مش فارقه يعني. طيب وهنا حاجه اسمها الريتيرن تايب. ايه الريتيرن تايب ده؟ معناها زي ما كنا بنقول في المين، لو كل حاجه مشت حلو ريتيرن لي زيرو. طب نوع الزيرو ده ايه؟ الزيرو ده عباره عن انتجر، يبقى ده اسمه الريتيرن تايب، يبقى نوع الحاجه اللي هتردها لي بعد ما الحاجه تخلص. فانا بالتالي هنا في الفانكشن اديته اكس واديته واي ونوعهم انت. ممكن ادي حاجه انت وحاجه فلوت، ادي على حسب استخدامي جوه الحاجه دي هيبقى ايه. بس لو انا هجمع رقمين يبقى لازم يبقوا من نفس النوع، يبقوا الاثنين انتجرز بالنسبه للبرمجه، يعني البرمجه ما بتفهمش غير كده. طيب انا دلوقتي قلت له هديك اكس وهديك واي، تمام، وبعد كده جوه قمت كتبت الكود بتاع الفانكشن بتاعتي دي. يبقى دلوقتي هو اي حاجه في حياتك كده على فكره، يعني لو جيت تتكلم على كاسه العربيه، كاسه العربيه ده متبرمج ان هو اول ما تخش له السي دي او يخش له شريط او يخش له كذا او يخش له كذا، يبدا ان هو بيعمل شويه عمليات كده بحيث ان هو بعد كده يقوم يديك الصوت، او ان هو ينقل لك الاغاني اللي موجوده على السي دي، او هي دي نفس الفكره. فانا دلوقتي عملت فانكشن تجمع لي رقمين، اديتها المدخلات بتاعتي زي شريط الكاسيت، بديله كاسيت او بديله سي دي. هنا انا هدي رقمين انت اكس وانت واي، وهنا حددت الريتيرن تايب اللي هو بعد ما تخلص رد لي في الاخر حاجه من نوع انت. طيب لو انا عايزه ما يردليش حاجه اصلا، بكتب حاجه اسمها فويد. فويد يعني مش هيريترن لي حاجه، مفيش ريتيرن اصلا، شيل الريتيرن. يبقى انا اعمل فانكشن معينه ممكن يبقى فيها برنت مثلا، يعني لو الفانكشن بتاعتي دي مثلا هتبرنت اف كده بالمنظر ده، هنا برسنتج دي، وقلت له هنا اطبع لي الاكس بلس الواي. هل انا محتاج ان انا ارد حاجه استخدمها؟ هنقول الفرق دلوقتي ما بينهم. طيب يبقى انا دلوقتي خلينا نشتغل على انت. دلوقتي انا عايز فانكشن تجمع لي رقمين، فقلت هنا انت وكتبت له هنا result او int result
بتساوي الاكس بتاعتي اللي انا دخلتها زائد الواي. بعد كده قمت جيت هنا قلت له ايه، رد لي في الاخر بعد ما تخلص الريزلت، يعني اجمع لي الاكس والواي اللي هنا دول وحطهم لي في الريزلت. بعد كده كل اللي انا عايزه من الفانكشن دي، الكاسيت بيطلع لي في الاخر صوت، بيرترن لي صوت. تمام. انا دلوقتي عايز ان الفانكشن بتاعتي دي ترترن لي رقم نوعه انت اسمه ريزلت، يبقى انا بقول له بعد ما تخلص ريترن لي حاجه. طبعا انا ما ينفعش ريترن غير حاجه واحده، وهنحل مشكله الريتيرن دي بالستراكشرز قدام لما نتكلم عن الستراكشر. طيب انا دلوقتي عايز اتعامل بقى ايه، خلاص انا اهو ده انا كده هدور العربيه بتاعتي او هشغلها، وعايز اتعامل بقى مع الفانكشن دي، عايز ان انا استدعيها. فحاجه يوم كاتب اسمها كده هتطلع لي سم يو، بيقول لي اهو بص انت لازم تديني رقم اولاني ورقم تاني، فهدي له 1 وهدي له 3، اديته رقمين اهو. طيب اجي بقى رن البرنامج، بسم الله، ما حصلش حاجه. طب ليه ما حصلش حاجه؟ هو فعلا راح اخد الواحد عوض بيه هنا، فهنا بقى في 1، واخد ال3 وعوض هنا، انا بوريك هو ماشي ازاي، وحط ال3. بعد كده قام دخل لقى حاجه اسمها ريزلت بتقول له اجمع لي الواحد زائد ال3، جمع الواحد زائد ال3 اداله هنا 4، فبقت الريزلت ب4، فهيرترن لي هنا 4. طيب انا ما شفتش الكلام ده ليه؟ خلونا نرجع كده الكلام اللي احنا عملناه ده، انا بمثل لك بس الدنيا ماشيه ازاي. لان انا ما عملتش برنت بكل بساطه، هو رد لي رقم بس رقم في الهوا، انا ما طلبتش ان هو يطبعه. فلو جيت هنا قلت له اطبع لي الكلام ده، قلت له برنت اف، وجيت هنا قلت له برسنتج دي لان انا بطبع رقم، قمت قلت له اطبع لي صم للواحد وال3، وعملت كده. المفروض ان هو يطبع لي 4، حبل دوران طبعا ل4. طيب جميل جدا، يبقى انا دلوقتي عملت فانكشن بتجمع لي الواحد والتلاته. طب انا ممكن اعمل حركه تانية خالص، خلي بالك بقى هنا عشان ما يحصلش عندك لبس، انا ممكن اقول لك انت اكس بتساوي 1 عادي جدا، وانت واي بتساوي 3، واجي اقول هنا اجمع لي الاكس والواي. طيب ازاي هنا في اكس واكس وهنا في اكس واكس، واللخبطه اللي انا عملتها دي هفهمك دلوقتي. هيديني نفس القيمه بتاعتي اللي هي ال4. ايه اللي انا عملته ده؟ بكل بساطه اللي هنا دي حاجه دامي، يعني حاجه منظر، يعني ملهاش لازمه. او ممكن هنا احط اي حاجه، يعني ممكن احط اي بي، احط سي، احط ايا كان، المهم ان انا بس مجرد ان انا بفهمه انا هدخل لك ايه مش اكتر. فهو مش هيفرق معاه انت، يعني هو مش هياخد غير القيمه بتاعه الاكس. فانا لو جيت هنا حطيت قلت له عملت باس للفانكشن دي، اديتها الاكس واديتها الواي، ده حاجه اسمها باس باي فاليو. يعني ايه باس باي فاليو؟ ان انا بقول له خد لي الفاليو بتاعه الاكس دي واعمل لها باس، والفاليو بتاعه الواي واعمل لها باس في الفانكشن دي، بعد كده ابدا اتعامل مع الفاليوز دي. فهيجي هنا يبص على الفاليو بتاعه الاكس ب1، يبقى انا دلوقتي طلبت صام يو اكس واحد وثلاثة، الاكس والواي. فبكل بساطه اول حاجه يعملها يشوف لي قيمه الاكس هيلاقيها ب1، يشوف لي قيمه الواي هيلاقيها ب3. بعد كده يوم جاي هنا حاطط الواحد والثلاثه، انا بوريك هو بيمشي ازاي. ها ما تعملش كده. يبقى اخد الواحد والثلاثه، يعوض هنا عن الاكس اللي هي حاجه دامي، حاجه مش حقيقيه، ب1 منظر بس، هو مجرد ان انا بقول له بص خلي بالك ان انا هديك رقم بس انت مش اكتر، زائد ال3، وبعد كده يجي هنا يريترن لي ال4، فلما اجي اطبع يطبع لي ال4 بتاعتي. طيب دي بكل بساطه كانت الفانكشن، حاجه بسيطه جدا عايزك تعرفها. انا جيت اخدت الفانكشن بتاعتي دي كنترول اكس كده ونزلتها بعد المين بتاعي. احنا اتفقنا ان السي بيمشي من فوق لتحت صح؟ هل هو كده هيشوفها ولا هيديني ايرور؟ تعالوا نشوف. بالدوران شافها. طيب جميل جدا. طيب فلنفترض ان هو في بعض الحالات ممكن ما يشوفهاش، يعني انا ممكن دلوقتي اعمل بالدوران كده هو شافها. طب فلنفترض ان هو ممكن ما يشوفهاش، ممكن لما تيجي تكتب اكتر من حاجه ممكن هو ما يشوفهاش. احنا لما جينا نجرب ناخدها من فوق، خلينا نرجعها فوق تاني بالمنظر ده، من بالدوران طبعها لي. طب لو انا دلوقتي جيت رجعتها تحت تاني، هل هيشوفها؟ بالدوران شافها برضه. يبقى ايه اللي بيحصل بقى كده لما بيجي يدور العربيه؟ بكل بساطه عمل الكود الاولاني ده، الاكس بتساوي 1 والاكس بتساوي 3 والواي بتساوي 3، بعد كده قام راح يطبع، فجاي يشوف الحاجه اللي عايز يطبعها، لقى ان انا بستدعي فانكشن معينه. انا دلوقتي هشغل التكييف، هشغل السماعات، هشغل الكاسيت بتاعي، فيقوم يروح يشوف لي الفانكشن بتاعت الكاسيت دي في الكود، يخلص اللي فيها، ما بياخدش منها اي حاجه غير الريتيرن اللي هو الريزلت اللي هو هيبقى ب4، ويقوم جاي حاطط لي ال4 هنا مكان الكلام ده ويطبع لي ال4. بس دي الفانكشن بكل بساطه. طيب في حاجه في الفانكشنز اسمها بروتوتايبنج. من شويه لما انا جيت قلت
هل هيشوفها ولا مش هيشوفها. لو انت بتكتب في فايل تاني او بتكتب يعني قدام شويه نعمل حاجه اسمها هيدرز، اللي هو هنبدا نعمل اكتر من فايل. فانا لما عاوز استدعي فانكشن من مكان تاني او كده يبقى عندي حاجه اسمها بروتوتايب. وهو الافضل انك تكتب بروتوتايب ده عشان ما يحصلش مشاكل. يعني ايه بروتوتايب؟ ان انا بكتب الفانكشن بتاعتي دي، باخدها كده بالمنظر ده واقوم حاططها فوق بالمنظر ده. معناها ايه؟ معناها ان اول ما البرنامج يبدا بقول له خلي بالك في عندي فانكشن اسمها كده. هي عباره عن لما تيجي مثلا تدور على العربيه تلاقي لمض التنبيهات دي ان انت مش رابط الحزام، فخلي بالك ان انت في حزام مش رابطه. هنا اكنه بيقول له خلي بالك عشان انت عندك فانكشن اسمها سام يو. فيبقى عارف وهو بيبيلد او هو بيرن او بيكمبايل البرنامج بتاعك، يفهم ان انت عندك فانكشن اسمها سام يو بحيث ان هو يقدر يوصل لها. لو هي في فايل تاني برضه نفس الفكره، وهنتعرض للكلام ده قدام. شكرا ليكم واتمنى تكون حلقه